كان أحد الإخوة يقول أرجو أن لا تعلق في الموقف، وهي لن تقابلكم، ستأخذ سيارة مستقل وأنتم في سيارة أخرى. قلت له طيب، ثم ركبت في سيارتها ونحن في سيارتنا وانطلقنا. سافرنا سفر طويل جدا 3 ساعات، وصلنا إلى مكان مهيأ بمثابة لو قلت لكم منطقة جبل، والوادي تحت منطقة للمسلمين، والجبال تحيط بهذه المنطقة من كل اتجاه، جميلة جدا. تقريبا هي 2 كيلو في 2 كيلو، والمسجد في وسطها. المسجد يأخذ أهل القرية تقريبا عددهم أكثر من 20,000 نسمة، لا يوجد فيه عمود واحد، هو تحفة المسجد حقيقة. دخلنا للمسجد صلاة العصر فلم نجد حتى مكان لنصلي فيه من كثرة الناس في داخل المسجد. وهذا يا إخوة في الصين، في منطقة بعيدة جدا. من جمع هؤلاء الناس؟ من علمهم؟ شاب خريج الجامعة الإسلامية منذ ما يقارب 25 سنة. يقول هذا اسمه محمد حسين وفقه الله. يقول يا شيخ محمد ما هي تجربتك؟ يقول أنا لا أبقى في مدينة أكثر من 5 سنوات فقط. طيب ما الذي تصنع في هذه ال5 سنوات؟ قال أبني معهد، ثم أنقل هذا المعهد إلى جامعة كلية كبيرة، وأنشئ فيها مسجد أو أكثر، وأجعل من أهل القرية خريجين يقومون بهذا المكان، ثم أنتقل إلى منطقة أخرى ولا أعود إليها مرة أخرى. يقول هذا دوري أعمل به بهذه الطريقة. أحد طلابي يا إخوة يحفظ الكتب ال6 عن ظهر قلب، ويحفظ القرآن بالقراءات ال10، لا زال عمره 29 سنة يستظهر كتب ابن تيمية وابن القيم عن ظهر قلب كامل. فأقول للشاب هذا ما الذي جعلك يعني في هذا المسجد لا تخرج إلى الناس؟ يقول أنا لدي مشروع في حياتي من طلاب الشيخ، أن أخرج للصين في 10 سنوات 1000 عالم. هذا دوري وهذه خطتي، أنا لا أحتاج أخرج إلى العمل الميداني، سأتي بطلاب العلم أنجزهم ثم يخرجون إلى هذا المكان. الشاهد في المرأة، فعندما انطلقنا في مشهر البرنامج آخر يوم قالوا الإخوة ترى هذه المرأة صنعت لكم ضيافة وتدعوكم للبيت. قلنا برضه ورانا في المشكلة هذه موجودة. جينا فإذا هي امرأة ثرية جدا، يعني صنعت ضيافة عربية، قهوة وتمر ومكسرات وأشياء، وتركتها لنا في الدور الأرضي، وطلعت في الدور الثاني ترقب ماذا نصنع في هذه القهوة فقط. تقهوينا وانتهينا. فقال لي الشيخ سأعطيك خبر هذه المرأة. هذه المرأة امرأة رجل ثري جدا في الصين، تملك مصنع للفحم الحجري، وهي التي تنفق على الدعوة في المنطقة هذه كاملة. وعيشوا يا إخوان، المواقف كثيرة ولو استرسلت ربما ما انتهي، لكن أنا أقول لم يعد اليوم عذر لأحد أن يقدم ولو حتى أن يرسم الطريق للآخرين. المتحدث والجيد في كلامه ولسانه يستطيع أن يقدم، وصاحب المال يستطيع أن يقدم، وصاحب الجهد يستطيع أن يقدم. بل يعني جماعة التبليغ ونحن ننقم عليهم أحيانا يحضرون من أجل تكثير سواد بعضهم البعض، يأخذون مثل هذه النيات الطيبة. فنحن أولى يا إخوان أن نكون يد واحدة وألفة واحدة ونعمل لدين الله عز وجل. وما الفائز ولا صاحب الثمرة إلا من يعمل، أما الآخرين فقد كتب الله عز وجل لهم من الخير أو كتب لهم